استفزك بشكل شخصي وفوجئت ان مثلا الشخص ده جاي في فيلم او جاي في حاجه؟ يعني يعني مثلا محمد بتاع الكشري مثلا. يا راجل ده عايز شبشب على وشه، عيب بقى. مثلا. عيب بقى. اه. ايه يالا في ايه؟ مثلا. اه والله قالوا لي جه عزا الاستاذ فريد الله يرحمه. اه. انا ما كنت جوه. عارف انا لو كنت بره كنت عملت لك بقى مش عاشور ترندات، كنت عملت ايوه. لك اللي بتحلم بيه كله يعني. عيب يا كنت بابا. تبطل صح. عيب. ايه رايك ايه حاجات تانية استفزتك؟ لا كتير بيستفزني حاجات يعني ما حد بيرن. آه كتير يعني، وبرامج الستات بس و... كنت هقول لك بقى، و... هل ياسمين عز بتستفزك؟ لا طب مش انا دافعت عنها على فكره لما تنمروا عليها. وخدنا لك... مثلا على التنمر بقى لكن ارائها بقى. تصل بقى ان الرجل ما يخشش الحمام، ده لسه حد قبلك في لقاء قبلك ما يخشش الحمام، لا يجوز دخول الحمام وجوزه بيتكلم، يعني الواحد يعمل على روحه يعني عشان جوزه بيتكلم وما ولا ينفعش ايه؟ تتنفسي وجوزك ايه بيتنفس. اللي وما تتنفسيش؟ طب لو جوزك عنده غازات بالليل هل يجوز التنفس ليكي؟ طيب لو بيشخر شخيره ده بيبقى بمثابة أصوات سيمفونيه. السيمفونيات ولا يعني أنا مش فاهم إيه اللي هي بتقوله ده، اه. ومش فاهم إيه اللي بيتعرض ده، وفي على فكرة من ده كتير. أنا فوجئت